السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى العوده للمدارس، ومدارس يعني سندوتشات، والسندوتشات طبعا يبقى لازم عيش فينو. هنعمل النهارده بقى عيش فينو حلو جدا واقتصادي وعلى قد الايد، هيطلع معاكي تحفه من اول مره. لو مشيتي على كل خطوه هقولك عليها تعملي احلى عيش فينو لاولادك. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف وصفتنا. في بوله كبيره كده عندي معلقتين من السكر، هحط عليهم كوبايه ونص من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، وهدوب بقى السكر مع الميه كويس كده الاول بالشكل ده. وعندي هنا بقى معلقه كبيره من الخميره الفوريه، حطيتها على السكر والميه، وهبتدي اقلبهم بقى كلهم كويس جدا مع بعض. لو شاكه في الخميره بتاعتك انها ما تتفاعلش، اعملي نص كوبايه الميه الاول على السكر، وحطي الخميره وسيبيها شويه وغطيها لحد لما تعمل فقاعات كده عشان تتاكدي من جوده الخميره بتاعتك. وعندي هنا بقى 5 معالق من الزيت، اي نوع زيت عندك بتحبيه، وهقلب تاني كل المكونات بتاعتي مع بعضها. وعندي هنا بقى 4 كوبايات من الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره من الملح. لو عايزه تضعفي الكميه طبعا براحتك. حطيت بقى الدقيق على المكونات بتاعتي، وهنسمي بسم الله ونبدا نعجن العجينه بتاعتي كويس قوي. وطبعا كل دقيق بيختلف عن التاني في امتصاصه للسوائل، يعني لو العجينه بتاعتك احتاجت رشه من الدقيق عادي جدا وارد، لان الدقيق بتاعك مختلف وكل دقيق بيختلف عن التاني. لميت بقى العجينه بتاعتي، شايفين هي بتلزق ازاي؟ هحطها بقى على السطح اللي هشتغل عليه كده، وابدا اعجنها كويس جدا لمده 7 أو 10 دقايق. وعندي هنا بقى حبه صغيرين من الميه، ببل ايدي وبرشرش على العجينه بتاعتي وابدا اعجنها كويس جدا. بعد ما لميتها كده كويس، عندي هنا بقى معلقه او معلقتين من الزيت، هحطهم على العجينه وابدا الم واعجن فيها لحد لما تلاقي العجينه بتاعتك بقت طريه خالص وبتلزق سنه. بصي العجينه بقى عامله ازاي بعد ما عجنتها كويس قوي، شايفين عامله ازاي؟ طريه جدا جدا. دي كده العجينه المظبوطه. هدهن بقى البوله بتاعتي واحط فيها العجينه، وهغطيها بكيس بلاستيك كده، وبعدين هحط عليها فوطه واسيبها في مكان دافي عشان تتخمر فيه. ما تخمروش العجينه زياده عشان ما تطلعش العيش معاكم مش حلو. اول ما تلاقوا العجينه اختمرت اشتغلوا فيها على طول. بصوا بقى العجينه بتاعتي ما شاء الله اختمرت وبقت زي الفل. هبتدي بقى اهبط العجينه عشان اوقف عمليه التخمير بقى، وهاخدها بقى على السطح اللي هشتغل عليه واقسمها نصين كده بالشكل ده. النص الاولاني هلمها كده كوره وهحطها على جنب واغطيها لحد ما اشتغل في الكوره التانية كده. خدت الكوره بقى عملتها رول كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اقطعها بالسكينه القطع بالحجم اللي انت عايزاه. انا هعمل حجم وسط وصغير، اعملي الحجم اللي يعجبك. عملت بقى كل الكميه وكورتهم كور صغيره وغطيتهم بفوطه، وهاخد اول كوره وابدا اشتغل فيها بكل سهوله. هنفرد بايدينا العجينه كده بالشكل ده، مش هتحتاجي فراده ولا اي حاجه خالص، هنفردها بايدينا كده بالشكل ده. وبعدين هنبدا واحده واحده نعملها رول كده. كل ما تلفي جزء اضغطي عليه عشان يلزق في باقي العجينه. هلف رول كده بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد بقى ما لفتها كده اهو، هنقفل العجينه كويس جدا جدا عشان ما يفتحش منك في الفرن. قفلي الرغيف كويس قوي من تحت ومن الجناب كده. واهم حاجه في العيش الفينو او العيش عموما عشان يطلع معاكي حلو، انك ما تخمريش العجينه زياده عن اللزوم. يعني اول ما تخمر العجينه اشتغلي فيها على طول. بعد ما تشكلي العيش بتاعك هنسيبه يخمر للمره التانية، وبرده اول ما تخمر هندخلها الفرن على طول، عشان زياده مده التخمير هتخلي العيش ينفخ قوي قوي، وبعد كده يفرقع في الفرن ويهبط ويبقى رقيق كده. فانتي اول ما يختمر اشتغلي فيه على طول، واول ما تشكليه ويخمر دخليه الفرن هيطلع معاكي تحفه. هنا بقى بعد ما خمرت العيش للمره التانية، شايفين حجمه اتضاعف قد ايه ولسه بيتضاعف في الفرن، فاعملي الحجم اللي يناسبك انتي. هدهن بقى الوش بشويه من الحليب وبيضه، ممكن تدهني بلبن بس لو عندك، ادهني ببيضه بس لو متوفره، ممكن تدهني بشويه ميه على معلقه سكر. كل الحاجات دي تنفع، شوفي اللي متوفر عندك ايه واستخدميه، كله هيديكي نفس النتيجه عادي. انا هنا كان عندي شويه لبن وباقي بيضه كنت مستخدماها قبل كده وشلتها في الفريزر، استخدمتها عادي جدا. فاي حاجه متوفره تنفع. هنكون بقى مشغلين الفرن من قبلها على درجة حرارة 200، هندخلها على الرف الأوسط لمدة 10 دقايق على حسب الفرن بتاعك. أول ما ياخد لون من تحت ارفعيه لفوق، عايزة تشغلي الشواية براحتك، عايزة تسيبيه يحمر من الفرن برضو براحتك. أنا التسوية كلها خدت مني 25 دقيقة، كل 10 دقايق ببص عليه وبدل الصينية عشان تاخد لون، فانتي تابعيه على حسب الفرن بتاعك. أول ما بيطلع معايا كده بقى برشرش عليه شوية من المية كده اهو، وبعدين هغطيه بفوطة واسيبه يهدى من سخونية الفرن كده ويرتاح. وبصوا بقى شكله عامل ازاي، ما شاء الله ريحته تحفه واحلى من بتاع بره بكتير جدا جدا. بصوا بقى طري ازاي ما شاء الله، وهش وواخد لون ذهبي حلو ازاي. وبصوا من تحت كمان حلو جدا. و4 كوبايات دي هيعملوا لك 13 رغيف لو بنفس الحجم الكبير، لو صغير هيعمل لك
اكتر من كده طبعا، وحاجه نظيفه واقتصاديه وانتي اللي عاملاها بنفسك، ولو اول مره تعمليه هيطلع معاكي تحفه لو مشيتي على الوصفه وكل اللي قلته بالظبط. وبصوا بقى شكل الرغيف من جوه عامل ازاي، شايفين تحفه وهش وخطير ازاي وطري جدا جدا. اول ما يبرد بقى حطيه في كيسه واقفليه كويس، وممكن تحطيه في الفريزر وتنزليه قبلها بشويه او تسخنيه في الميكروويف، هيبقى معاكي زي الطازه بالظبط. حلو جدا وخطير. وطبعا داخلين على موسم المدارس هنحتاج سندوتشات كتير. اعملي العيش الفينو في البيت، هيوفر عليكي كتير جدا ويعمل لك كميه كبيره. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفه جديده.